لما تسمع عن ماليزيا أول حاجة هتيجي في بالك غالبا كوالالمبور، الأبراج والمولات والزحمة والحياة السريعة. في مكان تاني أجمل من أي حاجة ممكن تتخيلها، اسمها ملاكا. مدينة صغيرة على البحر بس وراها حكاية كبيرة. زمان كانت هي قلب التجارة في آسيا، ميناء ضخم كان بيجي عليه تجار من الهند ومن الصين ومن العرب، ومن هنا بدأت الحكاية. الإسلام دخل ماليزيا من بوابة ملاكا. التجار العرب ما جابوش بس بضايع، دول جابوا معاهم ثقافة ودين. ومن وقتها بقت ملاكا مش مجرد مدينة تجارية، دي بقت مركز حضاري وثقافي كبير. والنهاردة وانت ماشي في شوارعها القديمة لسه بتحس بالروح دي. أول ما توصل لازم تبدأ من نهر ملاكا. بالليل المكان ده ليه فايب غريب وجميل، الإضاءة، صوت المية، والمزيكا اللي جاية من الكافيهات، كل حاجة هنا ليها طعم مختلف، كأن الوقت بيهدى شويه. وبالنهار جهز كاميرتك لان كل زاويه هنا بتحكي حكايه، الوان البيوت، الجداريات، والتفاصيل الصغيره اللي بتحكي لك عن ماضي المدينه. كل حاجه هنا بتحسسك كانك في لوحه حقيقيه. تجربه بتخليك تحس انك جزء من المدينه، مش مجرد حد جاي يزورها، لانه مكان بيجمع ما بين البحر والتاريخ والدين والثقافه في مساحه صغيره بس مليانه حياه. فلو ناوي تيجي تزور ماليزيا خد بريك من الزحمه واركب الباص ساعتين من كوالالمبور وروح على ملاكا، المدينه اللي علمت اسيا يعني ايه تناغم ما بين الماضي والحاضر. واستنانا الفيديوهات الجايه عشان تعرف اكتر عن افضل الاماكن اللي ممكن تزورها في ماليزيا.